كنت متخيل إن أنا هاتفرج على مسلسل زي كل مسلسلات تيمة النصب اللي بتعتمد على الحيل والمفاجآت والتويستات الذكية، لكن لما اتفرجت على مسلسل ذا ارتس اوف سارة لقيت إن الموضوع مش كده خالص، وهو مسلسل كوري من 8 حلقات بيتعرض على نتفليكس. والجميل في المسلسل ده غير كل العناصر الفنية اللي هنتكلم عنها المبدعة جدا، هي الأفكار الفلسفية الموجودة جوه العمل. المسلسل بيدور حوالين شخصية سارة كيم، شخصية غامضة جدا وهي صاحبة براند الشنط مشهور جدا في كوريا الجنوبية. وبالرغم من كل النجاح والصخب اللي حوالين اسمها إلا إن فعلا محدش عارف هي مين. ومن هنا بيبدأ التحقيق الغامض عشان نكتشف مين هي سارة كيم الحقيقية وليه اتقتلت. في البداية وبشكل شخصي أنا بعشق أي عمل بيتكتب بطريقة السرد الغير خطي، ودي طريقة السرد اللي اتكتب بيها المسلسل. وده بالرغم إنه بيحرر المؤلف وبيخلي عنده فرص كتير جدا للإبداع، إن هو يضحك على المشاهد بكل الطرق الممكنة من غير ما يخدعه في الآخر، لأن الشخص اللي بيحكي الحكاية هو بيحكيها من منظوره، فبالتأكيد هو بيقول وجهة نظره، هو مش بيقول الحقيقة. فبالتالي إحنا طول الوقت ما بنطاردش الحقيقة، إحنا بنطارد أشلاء الحقيقة. وده اللي كان مسيطر على شخصية الضابط، اللي ما كانش طول الوقت بيكتفي بالقشور إجابات المعلبة اللي كانت بتتقدم له عشان القضية تتقفل أو عشان الموضوع ينتهي ومحدش من شخصيات كبيرة يتأذي. فكنا بعد ما بنشوف جزء كبير من الحكاية وبنشوف شخصية سارة في عيون اللي بيتعاملوا معاها، بنرجع نشوف جزء تاني منها لكن مش بطريقة مباشرة. وهنا كان الغموض والإبداع في الكتابة، إن إزاي أنا كمشاهد بتفرج على شخصية برتبط بيها من أول مشهد، برغم إن أنا أصلا مش قادر أعرف هي مين، مش قادر أعرف اسمها الحقيقي، مش قادر أعرف هي فعلًا عملت كده والّا ما عملتش كده، لكن كل اللي بيتقدم لي بيخلّيني شغوف طول الوقت إن عايز أعرف عن الشخصية دي. ومن أول وهلة وإحنا بنتفرج على الحلقات الأولى بنحس إن إحنا قدّام شخصية ذكية جدًا، قادرة ترتّب أدق التفاصيل عشان ترسم لوحة كبيرة ما حدش أبدًا قادر يفُك شفرتها غيرها. لكن هل شخصية سارة فعلًا بكل التزييف اللي قدرت تعمله، كل الاحتيالات اللي عملتها في أحداث المسلسل، هي شخصية نصابة باقتدار؟ في بداية الحلقة أنا قُلت إني كنت معتقد إني باتفرج على مسلسل من تيمة النصب المعتادة، لكن لمّا نتوغّل شوية في شخصية سارة أو الشخصية الغامضة اللي جوّه سارة، هنكتشف إن إحنا قدّام ناجية مش نصّاب. هي نصبت كانت بتعمل عمليات احتيال كتير، لكن الوازع والمحرك طول الوقت ورا اللي حصل ده ما كانش إن الاحتيال في المطلق أو إن هي عايزة تاخد فلوس من الناس وتمشي. وده كان بالنسبة لي علامة استفهام في بداية الحلقات، هي ليه كانت بتاخد فلوس من الناس وبتحاول ترجّعها لهم تاني في النُص، أو لمّا كانت بتتزنق كانت بتتراجع عن حاجات هي بتعملها. ده مش ستايل نصّابة عادية أو مش ستايل نصب، النصّاب بيعمل عملية ويختفي أو بيهرب، لكن دي كانت متواجدة طول الوقت. فإزاي هي نصّابة وإزاي هي متواجدة وبتعمل براند وبتستمر وبتتوسّع؟ فمع تقدُّم الأحداث ومع الحلقات الأخيرة بنبتدي نكتشف الانفجار الحقيقي اللي حصل لها، إن هي كانت شخصية عايزة تعيش في المطلق، وبرضه ما نعرفش هي مين. هي انتحلت شخصية موظفة وراحت اتوظّفت وعايشة حياة عادية جدًا لحد ما حصل لها حادثة سرقة اتورّطت فيها وبقت هي اللي بتدفع تَمَن اللي اتسرق. لقت حياتها بتُقع أكتر وبتتدمّر أكتر ومش عارفة تعمل إيه، لمّا لقت مخرج ومهرب إن هي تشتري بضاعة بفلوس أقل وتبيعها بفلوس أكتر للخصومات اللي كانت بتتعمل للموظفين، وبدأت تكسب فلوس كتيرة لدرجة إن هي توسّعت في الموضوع. لكن فجأة كل ده بيتدمّر تاني لمّا بتقترض فلوس من عصابة عشان تزوّد الbusiness بتاعها، والbusiness بينهار على دماغها وبتلاقي نفسها مديونة بفلوس مستحيل إن هي تعرف تسدّدها، لحد ما بتوصل لدرجة الانفجار التام. كل الناس بتتعامل معاها بتهميش، هي مجرد ظِل ماشي في الحياة مالوش لا هوية ولا اسم ولا عنوان ولا أي شيء، مجرد حد عايش وخلاص. لمّا بيحصل لها الانفجار ده بتقرر إن هي تعيش يوم واحد تحقق فيه كل اللي بتتمناه وبعدين تنتحر. اللحظة الحقيقية لانفجار الأحداث لمّا بتقرر تنتحر، وأثناء ما هي بتنتحر لحظة واحدة بس بتكوّن جوّه عقلها فكرة جديدة، فكرة هتخلّيها تتشبث بالحياة، تنجو بحياتها عشان تحقق شيء له كيان. وجوّه الأحداث دي كلّها إحنا بنسأل سؤال تاني خالص غير اللي إحنا بنقوله، غير هوية الإنسان وشخصيته وهي مين أصلًا. إيه اللي بيحدد قيمة الإنسان؟ إيه اللي بيخلّي
الشيء ليه قيمة؟ إيه اللي بيحدد قيمة الأشياء في العموم؟ والسؤال تاني اللي اتطرح وسؤال جوهري جدًا، ماذا لو ما قدرناش نفرّق بين المزيف وبين الحقيقي؟ هل يبقى المزيف فعلًا مزيف؟ ده سؤال مهم جدًا، إيه اللي بيحدد قيمة الأشياء؟ وهو ده اللي المسلسل برغم كل الاحتيالات اللي حاصلة هو بيحاول يثبته وبيحاول يقوله، وده اللي إحنا ممكن نسأله لنفسنا، إيه اللي بيدّينا قيمة في حياتنا؟ هل قيمة الإنسان بتيجي من مكانته ومن فلوسه والّا قيمة الإنسان من الشيء اللي بيقدّمه؟ كل دي أسئلة مفتوحة وما حدش جاوب عليها في المسلسل ومش مهم يجاوبوا عليها، يعني هو كل اللي إحنا المفروض نفكّر فيه في اللحظة اللي بنتسأل فيها الأسئلة دي هياخد سنين وهياخد شهور عشان نقدر نلاقي له إجابة منطقية. وأنا كمان يمكن اتعلّقت بالمسلسل ده عشان أنا باحب نوعية الأعمال اللي بتتكلّم بالشخصية، بتحكي قلب بتفاصيل الشخصية وبتعيّشني جوّه غموضها بتفاصيل وبغموض وبحاجات ما بتتقالش واقعد أفكّر فيها. يمكن كمان أنا ارتبطت بشخصية سارة لإنها فكّرتني بشخصية جوّه روايتي رواية الوردة السوداء. اللي قرأ الرواية ممكن يخمّن هي أنهي شخصية. يمكن كمان عشان بالصدفة المسلسل حكى التفاصيل في الflashback بنفس الstyle اللي أنا عامله في روايتي، فكرة إن الشخص اللي بيحكي الواقعة بيحكيها من منظوره البحت. فالمسلسل رائع جدًا، 8 حلقات مش هتحس فيهم بالوقت خالص، بالعكس هتبقى قاعد طول الوقت مشدود، مش عايز المسلسل يخلص أصلًا. تقييم المسلسل ده 9/10 ولو أنت ما اتفرجتش على المسلسل ده قدامك 3 حاجات لازم تعملهم، أول حاجة إنك تشتري روايتي وتقراها، هتلاقيها موجودة على موقع إبهار، تاني حاجة إنك تعمل لي لايك وfollow وتسيب لي رأيك في الكومنتات، تالت حاجة إنك تروح تتفرج على العظمة دي عشان فايتك كتير جدًا. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.